أهلا بكم أعزائي المواطنين والمشاهدين وحضراتكم من مركز إطفاء الحرائق، حيث الكابتن جورجيا نولان والمساعد الكلب أمبر نولان اللي عندهم مهمة إطفاء حريق كبير جدا في برج الساعة، لكن بيخربوا الدنيا أكتر ما هي خربانة أصلا، ولسه هيقعوا من البرج. وهوب جورجيا بتحب باباها شون جدا اللي كان شغال ضابط إطفاء، ولكن ساب شغله يا عيني عشان يهتم بيها، خصوصا بعد موت مامتها وهي بتولدها. أصبحت جورجيا كل حلمها هي تكمل مسيرة باباها، إنقاذ الناس وإطفاء الحرائق، ولكن خيالها كان دايما بيسرح لبعيد جدا، وكل يوم بمصيبة شكل. وهو يا عيني كل مرة ينقذها ويحذرها باباها إنها لسه صغيرة وإنها كانت هتكسر رقبتها لولا ربنا ستر معاها. ولكن جورجيا مش مقتنعة وما زالت مصممة على حلمها، ولكن باباها بيكسرها وبيكسر طموحها، بحيث إن مفيش بنت بتشتغل في المطافي. طول عمرنا نقول رجل المطافي، عمرنا ما قلنا بنت المطافي. وللأسف جورجيا بنوتة تشيل كل صور وأحلام وطموحات إنقاذ الناس من حياتها كلها، وتكبر جورجيا وفعلا تساعد باباها في محل الخياطة وإنقاذ الناس بس من البلاطين المخرومة يعني. ونسيت خالص موضوع بنت المطاف ده، والحمد لله. ولكن انسوا انتوا، البنوتة طلعت عنادية جدا كالعادة، وكل الصور اللي شالتها من أوضتها علقتها تاني بس في أوضتها فوق السطح. وكل يوم بالليل بعد نوم باباها بتطلع تعمل تمارين بقى ضغط وإحماء، ويا عيني بتاخد معاها إمبر مبهدلاها على الآخر كأنه بيقول لها تهدي بقى يا شيخ عايز أنام. ولكن بالليل بتشوف جورجيا العمدة جيمي قدام بيتهم وبيحضن باباها وتتجسس عليهم كده، وتسمع العمدة بيحكي إن في برج بيطلع منه دخان ملون وضوء شديد وموسيقى غريبة كده. والمشكلة كل ما بنبعت رجال أطفاء ما بيرجعوش تاني كده، مبقاش عندنا رجال إطفاء خالص. ويقولوا العمدة مبقاش فيه غيرك أنت وبس، وخلاص المدينة في خطر كبير جدا ومبقاش فيه أمان لا ليك ولا حتى لبنتك اللي أنت بتحافظ عليها دي. ويوافق الأب شون ويقول له محتاج فريق صغير بس كيميائي وسواق ذكي، وكل حاجة تخص ملف البرج ده أو القضية دي. طيب خطة جورجيا هي مساعدة باباها طبعا، ولكن لازم تتنكر في صورة راجل عشان تقدر تنضم للفريق. يعني نبدأ بقى بالشنب الخشن ده اللي خدته من يا عيني جيلد امبر، الكلب الصعبان عليا قوي في العيلة ده. لكن المظهر العام مضحك جدا وغريب، ولكن اوكي راجل وبيترقص في الشارع كمان، ومش بس مهم هو حماس شباب وخلاص وهيروح لحاله. تقريبا دي اول مره جورجيا تطلع بره الحي بتاعها، لانها مستغربه جدا من شكل الابراج والزحمه، حتى قواعد المرور ما تعرفهاش ولا سمعت عنها خالص. كل البهدله دي عشان تدور على مركز مطافي تايمز سكوير، واللي اخيرا لقيته ودخلت تنادي وتخشن صوتها كده زي الرجاله. جورجيا بتفرح أوي، أخيرا دخلت مركز الإطفاء وشافت لبسهم وسهرتهم وأدواتهم، وتشوف باباها وهو بالبدلة كده وشكله يجنن بالنسبة لها، ويجتمع بيهم بأعضاء الفريق المتطوعين كلهم، أولهم ريكاردو الكيميائي اللي شكله خوف كده متردد شويتين كده، ويطلع دارس الكيمياء في أوضته مش في كلية ولا أي حاجة. وتاني عضو هو جين، أسرع سواق تاكسي في أمريكا كلها. وتالت عضو بقى هو رجل الأطفاء، متطوع. أيوه أنا راجل وقوي وشجاع بقى وعندي عضلات حتى، بُص أهو شكله مضحك جدًا، ويضرب جرس الإنذار والجميع يجري ويتكعبلوا في بعض. واضح إن هي بداية مبشرة جدًا يعني. تنطلق سيارات الإطفاء بسرعة جنونية من جين اللي تطير شنب جو. أدي المصيبة من أولها كده، يا ريتني كنت زودت الصمغ شوية. ولكن الحمد لله لزقنا الشنب. واضح إن جين سواق التاكسي متهور جدًا، ويدخل في حارات كده ويمشي عكسي وكأنه ما صدق. ولكن الحمد لله وصلنا للحريق. ولكن ده مش حريق، ده دخان أزرق غريب جدا من اللي سمع عنه مع العمدة. ولكن مفيش وقت، جو وصل الخرطوم وشغل المية، ولكن تأك مش عارف يسيطر على الخرطوم وغرق الدنيا خالص ويضرب فريقه بشكل مضحك قوي. لكن مفيش وقت يوقف الكابتن شون المزالة دي كلها بنفسه ويرفع جين بالسلم، ولكن بيجيله غيبوبة كده لتاني مرة ويتم اقتحامهم بيت خطر جدًا، لازم يخرجوا من هنا بسرعة. ولكن جو لاحظ شيء بيتحرك وفضلوا يجروا وراه للداخل، ويفضل يجري وراه وده وسط الدخان الأزرق، واللي فعلًا يطلع له كائن غريب جدًا من الدخان الأزرق ده والأحمر يرعبه أوي، ويرمي له بلورة مضيئة كده. ولكن على آخر لحظة ينقذوا الكابتن شون ويخرجوا من البيت بسرعة. الكابتن شون بيلومهم طبعًا ريكاردو على هروبه زي الجبان، وجين على الغيبوبة اللي بتاعته اللي جات له دي، وطبعا جو على عصيان الأوامر واقتحام البيت. لكن الكابتن شون بيديهم فرصة أخيرة ويدخلوا البيت تاني اللي شكله مرعب جدا كده، أزرق في أزرق في أحمر كده، وجورجيا بتتحامى في حضن أبوها سوري جو الراجل دلوقتي. والمسرح غريب محروق ولكنه بارد، وبتتهور جو بيلمس
كرسي، وللأسف كل الكراسي بتتبخر وتتحول لرماد، لكن لازم نستخدم حواسنا زي شم الأدلة أو لمسها مش أكلها يخرب بيت التفاصيل وتعطش الشو وتتدمر شوية كراسي كمان. الله يكون في عون الكابتن شون منها. ولكن جو بتكتشف مصدر الحريق وهو الضوء الأحمر اللي زي القنبلة في الحيطة ده. واضح إن كان في حد في المسرح أو على المسرح بيستعرض كده وفجأة رمى القنبلة دي وبوم كل حاجة اتحرقت. ويكمل جو شطارته ويقول له أنا كمان معايا طرف الخيط للجريمة وهي البلورة اللي اديها لي مضرب الحرائق الشبح ده. ولكن ده وقت العودة للمنزل وطبعا البيت قبل شون، ولكن كان هيكتشف وتوصل بسرعة أوضتها والحمد لله ربنا ستر. نرجع تاني يوم بقى في الشغل والكابتن يوصل ويلاقي الجميع شغال من بدري كل حاجة تحت السيطرة. ويرخم على أمبر الكلبة اللي متضايقة منه عشان كان هيتفضحوا امبارح. ريكاردو مازال بيستكشف ايه سر البلورة دي، وجو لا حل الغيبوبة جين دي بالبوكس في وشه كده على طول. والكابتن نيل مأمور الشرطة بعت كل الأدلة اللي طلبها شون، واللي بقى مبسوط من حماس جو جدا وقرر انه يدربه كمان. ولكن تدريبات جورجيا فوق السطح ولا حاجه بالنسبه للتدريبات الحقيقيه. ويقول له انت شبه بنتي بالظبط ولكنها عبيطه كده ضعيفه ملهاش في المخاطر ولا في الحاجات دي كلها، وتنتقم منه جورجيا بطريقه كوميديه كده وتضربه بخرطوم الميه. نرجع بقى نسمع جرس الانذار تاني من مسرح جديد، مع ان الشرطه امرت بقفل كل المسارح لان مضرب الحرائق حرق معظمهم. لكن الفنانه المشهوره ديفان دي ما زالت مصممة تكمل عروضها، واللي بيكلمها شون إنها لازم توقف عروضها ولكنها ما زالت مصممة. ولكن بولين توقع الحبل وتوقع الراقصة المشهورة ديفاين في شر أعمالها وتتكسر أحسن. دي آخرة السكة البطالة يعني. للأسف جو يفضح سره للمساعدة بولين، واللي وقتها تشوفه العمدة بيتسلل كده جوه المسرح وتراقبه جوه لحد ما يدخل أوضة ويعزف نفس الموسيقى اللي سمعتها من مضرم الحرائق، يعني الموسيقى اللي بتنشط عمل بلورة النار دي لحد ما فعلا بتنفجر وتزرق عينيهم تنيمهم كده زي التنويم المغناطيسي خالص. شون وجيم وحتى الكلب أمبر، ولكن يفلت من الانفجار جو وريكاردو، واللي ما شاء الله عليه شال التلاتة بإيد واحدة كده وهربهم بسرعة. ويكمل جو شجاعته وهو كمان ويطفي الانفجار بسهولة جدا بخرطوم مية عادي خالص. ويشكرهم الكابتن شون على شجاعتهم وإنقاذهم ليهم ويجروا على المسرح ويأمنوه كويس جدا. ولكن مضرب الحرائق طلع عامل لهم كمين هناك، وكانت نتيجة الكمين ده فقدوا في إنقاذها أمام عيونه. لكن العمدة المثير للشك ده داخل فرحان تاني ومبسوط إنه خلاص كسب الانتخابات وإنه هيسلم القضية للشرطة. لكن جو وشون بيراقبوه لنفس الأوضة التاني ويقتحم شون الأوضة واللي يا عيني يطيح بالفنانة ديفاين اللي متجبسة من كل حتة، وينزلوا على بوابة سحرية تحت الأرض واللي بتوديهم على نفق المترو. وهناك أمبر بيكتشف طاقية أحد رجال الإطفاء مرمية ويفضل يشمشم كده وراها لحد ما يوصل لباب مقفول هناك، واللي بيطلع وراه مكان ضخم جدا ومعمل كبير مليان بلورات متفجرة ومحاليل وكمان خطابات رفض من كل المسارح. واضح ان صاحبنا كان موهوب جدا ولكنه فشل، وكمان شهادة دكتوراه في الكيمياء. واضح انه برضه كان عالم فاشل مجنون منتقم كمان. ويكمل امبر جميله ويكتشف كمان مكانه كل رجال الاطفاء المفقودين. وهنا خلاص قربنا، فكان لازم جو يعترف انه جورجينا بنته ويقلع الشنب بقى والحواجب وحاجات الرجوله بتاعته دي. وقتها اتضايق جدا طبعا شون وتعصب انه كده عرضها للخطر، وبما انه وقت الاعترافات بقى فبيعترف لها ان هو مش ابوها اصلا، وانه من 16 سنه كان في حريق لاسره ماتت فيها الاب والام. وقدر شون ينقذ البيبي ووعدهم انه هيفضل يحميها طول عمره. ويقطع كلامهم بلورة متفجرة تنيم الأب شون خالص. ولكن جورجيا لسه يظهر لها الشبح المضرم الحرائق ده واللي يكشف عن حقيقته ويطلع هو بولين المسكينة اللي خطتها انها تحرق كل حاجة في المدينة وتبدأ من الصفر. وطبعا ترفض جورجيا الانضمام لها وبولين تطلق الغاز عشان تموت شون. ولكن امبر وجو قدروا على اخر لحظه انهم ينقذوا الاب شون واللي لسه عايش الحمد لله يعني، ويشكرها على انقاذه ويحضنها على شجاعتها. وينقسموا نصين، جورجيا والفريق يمسكوا بولين واللي جيم وريكاردو يبصوا لها ومش مستنيين انها يا بنت. اظن المكور ده كانوا بيتعاملوا مع بنت. لكن بولين خلصت على كل رجال الشرطه نفسه زي ما خلصت على رجال الاطفاء كمان ونيمتهم في العسل خالص. ولكن يلحقوها بسياره المطافي وبولين بتطلع بسيارتها في اسانسير كده لفوق خالص، وطبعا معاها جورجيا وراها.
وبولين بدأت تفرغ كل البلورات المتفجرة في صاروخ ضخم كده، واضح إن هي هتفجر المدينة كلها. وفعلا تنطلق كل البلورات من البرج العالي من كل حتة، والسما تمطر بلورات في كل حتة. وكده ما فضلش غير آخر خطوة وهي التفجير، وهي طبعا الموسيقى. وتصعد بولين على قمة البرج بجيتارها الضخم وتبدأ توصل الميكروفون وتبدأ تعزف الموسيقى. كده في خلال 60 ثانية أعزائي المواطنين ويبدأ الانفجار، ولكن جورجيا تفكر بعقل مش بسرعة زي ما أبوها نصحها، والحل في ميكروفون الجيتار ده. بترسم لنفسها خطة للوصول زي ما أبوها علمها بالظبط، واللي بيبص لها من بعيد كده بفخر بقى واعتزاز والكلام ده. وتبدأ جورجيا بالقفز بقى من المواسير ومسكت الحبل كده، وهوب على آخر ثانية بالظبط تفصل الميكروفون وتضربها بولين شلوت كده برجليها توقعها. ولكن جورجيا تمسك في سلك الكهرباء وتحاول بولين ترجع الحبل تاني عشان تكمل خطتها وعشان ترجع لانتقامها، ولكن تقع هي كمان وتمسك في جورجيا وتنقذها، ولكن مؤقتا. شكلهم كده هما الاتنين هيقعوا في نفس الوقت. الكابتن شو بيدخل تيمه كده فريقه بقيادة السائق المتهور جيم. واضح ان هم هيتجنوا كده وهينطوا من الوقت المناسب وينقذهم هما الاتنين. ويبص شون لبنته اللي كانت بنوته صغننه خالص، كان كل حلمها تبقى ظابطة اطفاء زي باباها كده، واللي لما كبرت الحمد لله حققت حلمها ووصلت. ويديها بوكس كده كان فيه كل تذكارات والديها، ولكنها هي بتقول له انت ابويا وانت اللي انا بحبه. ويتم تسلم وسام البطولة والشجاعة لكل الفريق، ريكاردو الشجاع وجيمس السائق المتهور البطولي، وأخيرا البنوتة صاحبة الإنجاز الأكبر جورجيا شون نولان. والجميع فرحان جدا ومبسوط جدا بالإنجاز ده كله. وعلى فكرة دي هي أول امرأة تتوظف في قسم الإطفاء في أمريكا عام 1982. وبكده يكون فيلمنا انتهى. أشوفكم في فيلم جديد، وآسف على الصوت والدوشة دي، إن شاء الله مش هيظهروا في التسجيل يعني. أخوكم مؤمن، مع السلامة.